انما ايه الصعب مثلا في دفعتي لما قال لنا تلت التسعة كام وخدوا آلة حاسبة ومعرفش ايه. يا جماعة تلت التسعة كام؟ احنا لو جبنا عيل في كيجي يقول لنا تلت التسعة كام؟ حاجة امتحان عربي بتاع ثانوية عامة بيجي سهل. بما انك دخلت الفيديو ده فانت في حالة من الحالتين دول، يا اما راكن العربي من اول السنة ما تعرفش عنه حاجة، او اوريدي متراكم عليك حاجات كتير في العربي. وعايزة اقول لك انك دخلت الفيديو الصح. وبما ان العربي بقى اول مادة في امتحانات اللي بتضاف للمجموع في ثانوية عامة، فبيبقى الخوف منه اكتر، وخصوصا انه ب 80 درجة يعني ب 20% من مجموع ثانوية عامة. فانت بتبقى داخل خايف جدا منه، يا ترى هيجي صعب هيجي سهل، هعرف احل وحش. لو حليت حلو فالدنيا تمام وخدت بوست انرجي وتعرف تحل في الامتحانات الجايه. حليت وحش فانت تفضل مكتئب، وده انا حليت في العربي وحش واول امتحان ويا ترى اعمل ايه في الامتحان الجاي. كل الكلام ده نركنه على جنب. اول حاجه امتحان العربي بتاع ثانويه عامه بيجي سهل. ايوه زي ما بقول لكم كده، والله العظيم بيجي سهل، سواء بتاع السنه اللي فات او بتاع السنه اللي قبلي كلهم سهلين. احنا اللي بنحب نعمل هيصه ودوشه والامتحان صعب عشان هو ثانويه عامه. انما ايه الصعب مثلا في دفعتي لما قال لنا تلت التسعة كام وخدوا آلة حاسبة ومعرفش ايه. يا جماعة تلت التسعة كام؟ احنا لو جبنا عيل في كيجي يقول لنا تلت التسعة كام؟ فبلاش ننساق ورا كلام الناس ان الامتحان بيجي صعب وان احنا مش هنعرف نحله. دلوقتي بقى ندخل في اول حاجة، ازاي الم العربي. اول حاجه احنا هنسمع المراجعه النهائيه بتاعه مستر رضا الفاروق. اشمعنى مستر رضا الفاروق؟ انا كنت باخد عنده من اول السنه، سواء المحاضرات سواء المراجعه النهائيه سواء ليله الامتحان. فهو مستر رقم واحد في مصر والشرق الاوسط كله يشرح عربي. بجد يعني ما شاء الله عليه، ما كانش سايب كلمه في المنهج او حرف في المنهج الا ما كان شرحه. طب هتقولي لي طب ما نسمع المحاضرات بقى طالما ما نعرفش ويلم لنا المنهج. اقول لكم بالعكس، المراجعه النهائيه بتاعته كان اقسم بالله كان شارح كل اللي شرحه في المحاضرات بنفس الاستفاضه بنفس الشرح بنفس الدقه اللي كان بيشرح فيها في المحاضرات، شرح فيها في المراجعه النهائيه. ما سابش حاجه كلمه فتفوته في المنهج غير هو شرحها باستفاضه، سواء بقى في النحو في القراءه في النصوص في الادب في البلاغه في كل حاجه في اجزاء العربي هو شرحها كويس جدا. لو تقدر تشتري الكتاب بتاعه فارشح بشده انك تشتريه لان هيسهل عليك جدا. يعني مثلا كنت شاريه كل حاجه بتاعته من اول السنه، المراجعه النهائيه الامتحان الكتب، اي حاجه كنت شارياها عامه كتير جدا في كومنت عربي هنا. فارشح بشده انك تشتريهم وتراجع معاه لان هو بيشرح على السبوره وكده، فانت تتعلم وراه وتكتب والكلام ده كله. لو مش هتقدر تشتريها فانت جيب كراسه مخصوص للعربي 150 ورقه 200 ورقه تكتب كل الكلام اللي هو بيقوله. فدلوقتي زي ما قلت لكم هنسمع المراجعه النهائيه بتاعت مستر رضا الفاروق. هو اوريدي نزل المراجعات النهائيه، ادخلوا اشتركوا واسمعوها وبجد هتلم لكم كل حاجه واقعه منكم او لو ما تعرفوش حاجه خالص. اول حاجه هنتكلم عليها من فروع العربي وهو النحو، لان احنا شايفين النحو صعب ومبيتلمش وكبير وعليه درجات كبيره في الامتحان. هنعمل فيه ايه؟ اقول لكم بقى كنت بذاكر النحو ازاي. كان مثلا بيشرح درس الفعل المضارع، اللي هو الدرس ده في الوحده الخامسه اكيد ذاكرتوه. كان مثلا بيشرحه بعد ما بيشرحه بيدي مثال وبيحله، بيدي المثال التاني وبيحله، بيجي عند المثال التالت مثلا واقوم انا موقفه الفيديو واشوف هعرف احل السؤال ولا لا. عرفت احل السؤال يبقى انا كده ماشيه صح وفاهمه وبكمل الفيديو. لقيت نفسي مش عارفه احل فبقوم مرجعه الجزء تاني اللي كان بيشرح فيه الجزء ده من السؤال واروح اسمعه تاني وهكذا. بقيت انواع النحو بقى واقوم حل عليه على طول. يعني ما كنتش بستنى مثلا وقت واروح احل، انا كنت بطبق في وقتها. في اي اسئله بحلها سواء في الكتاب بتاع مستر رضا الفاروق في كتاب الاضواء الامتحان اي كتاب معايا كنت بحل واشوف عندي كم غلطه وغلطت ليه وايه سبب الغلط وهل انا فاهمه كويس ولا لا. لقيت نفسي عندي غلطات كتير بروح اسمع الفيديو من الاول تاني، لقيت نفسي غلطه غلطتين فاوريدي ده طبيعي ان انا اغلط فكنت عادي بقى. ندخل على تاني جزء في الامتحان وهو القراءة والنصوص، دول عليهم درجات كبيرة جدا في الامتحان برضه. وطبعا زي ما انتوا عارفين احنا ما عندناش نص معين او قراءة معينة بيجي منها الامتحان، هي حاجة متحررة من وحي خيال حاطط الامتحان، مش بتبقى معروفة. فاحنا ازاي نضمن درجتها واحنا ما نعرفش بتيجي منين؟ اول حاجة على الاقل من دلوقتي لحد يوم امتحان العربي تحل كل يوم قطعة عربي قراءة وقطعة عربي نصوص. هتلاقي في الاول الغلطات كتير لو انت مش بادئ كده اصلا من اول السنة او لسه بتذاكر جديد وكده، هتلاقي عندك غلطات كتير. ده عادي، انت ممكن تغلط في الاول 3 غلطات 4 غلطات وهكذا، ممكن تحل كل حاجه غلط وتحل سؤال واحد صح. ده عادي، بس مع الممارسه لحد يوم الامتحان ان شاء الله تلاقي ما عندكش غلطات او اوريدي بتغلط غلطه واحده سواء في النصوص او في القراءه. بس لازم تحل كل يوم، ما تعوديش يوم غير وانت بتحل قراءه ونصوص عشان تضمن انك تجيب درجه حلوه فيها وكده.
ندخل بقى على جزء الادب. الادب حرفيا كله مكتوب في ورقه المفاهيم، انت مش محتاج تحفظ فيه اي حاجه. هو السؤال اللي موجود هيبقى بناء عن من فهمك الادب والحاجات اللي كانت موجوده هتعرف تحله. لو بقى مسقط حاجه في الادب او مثلا حاسس انك هتنسى حاجه او الكلام ده، انت بتفتح ورقه المفاهيم بتلاقيها موجوده، بتحل بناء عليه. انما لو مش فاهم فانت مش هتعرف تحل حاجه. فالادب افهمه لانه هو اوريدي مكتوب في ورقه المفاهيم. نيجي دلوقتي على جزء البلاغة. البلاغة سهلة جدا يا جماعة، مش محتاجة مننا مجهود ولا أي حاجة. كل اللي علينا إن احنا نسمع الفيديو اللي هحطهولكوا ده، وهحطلكوا اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن لمستر رضا الفاروق. هيلملكوا كل البلاغة وهتفهموها، ومش بتتنسى، يعني حاجات بديهية لأن هي مش كبيرة أو حاجة. هتسمعوه دلوقتي وهتسمعوه ليلة الامتحان. نيجي دلوقتي لجزء القصة والتعبير. أول حاجة جزء القصة بيجي سهل جدا، ما تقلقوش منه. بيجي مثلا قطعة من طه حسين، حتى كانت من القصة، ويجيب لك مثلا عليها سؤال فيه 4 تشوز. أول حاجة يقول لك مثلا، هوريكوا البتاع السؤال مثلا، الإضاءة مش تيجي زي السؤال ده، هصوره واحطه لكم هنا. بيجي سؤال بسيط جدا يقول لك مثلا طه حسين كان معدي والست قاعده بتغني، او عايز يعدي الناحيه التانية وكان خايف، او القطره واتعمل زي كده. مش فاكره تفاصيل القصه قوي معلش، بس بتيجي يقول لك كده ويجيب لك 4 تشوز، 4 تحسهم صح، بس في واحده الاصح منهم وبتبقى واضحه وباينه جدا، يعني مش بتيجي فيها لبخ ولا لخبطه ولا اي حاجه، وتعرفوا تحلوها. وبرضه هفهمكم ده لما احط لكم الصوره هنا وتشوفوا التشوز اللي انا مختاراه. انت تفهموا ده كلامي اكتر لما تسمعوا مستر رضا الفاروق في حل القصه وازاي الاسئله بتيجي عليها والحاجات دي كلها. طبعا انا بكلمكم في نطاق انكم ما تعرفوش حاجه خالص اصلا، واقسم بالله هتقفلوا ان شاء الله لو سمعتوا الكلام اللي بقوله لكم في الفيديو ده. دلوقتي بقى نيجي لجزء التعبير، وهو مثلا عباره عن ادوات التراكيب، مشكله وحل، انتقاد، نتيجه، تعليل، الحاجات دي كلها. لازم نكون عارفين مثلا ادوات التراكيب كويس جدا، امتى نحط نقطه، امتى نحط كويستشن، امتى نحط فاصله، الحاجات دي كلها. لازم نكون برضو نفهم القطعه كويس جدا اللي جايبها، علشان نعرف احنا دي مشكلة وحل، ولا في الاول حل المشكلة وبعدين النتيجة. فاهمين الحاجات دي؟ بيجي قطعة متفرقة زي مثلا رقم 1 و2 و3 و4، ويقول لك الاول كانت المشكلة وبعدين الحل وبعدين النتيجة وبعدين التعليل. انت رتب القطعة اللي قدامك دي بس الترتيب صح، من حيث ان المشكلة تكون الاول وبعدين احنا عللنا المشكلة نتيجة ايه وبعدين حلناها وهكذا. بيجي جزء برضو بسيط بس بيحتاج الفهم جدا، مش حفظ، مش موضوع بقى تعبير ونكتب قصة حياتنا في التعبير عن النظافة والوطن والكلام ده كله. ده كل ملخص الفيديو وكل حاجة المفروض تستفيدوها من الفيديو. ياريت تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عايزيني اقول لكم ازاي تلموا المواد التانية اكتبوا لي في الكومنتات عن اصعب مادة حاسين اللي هي صعبة او مش عارفينها. ولو عندكم اي استفسار بخصوص العربي انا ما قدرتش افيدكم فيه اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.